تشهد الأجواء بالمغرب خلال الأيام الجارية تأثيرات غير مباشرة للمنخفض الجوي ثيريز الذي تشكل في المحيط الأطلسي وبدأ في التأثير على مناطق مجاورة خاصة جزر الكناري قبل أن تمتد تداعياته إلى السواحل المغربية. وحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية فإن تأثير هذا المنخفض سيبقى محدودا نسبيا، غير أنه سيكون كافيا لإحداث تقلبات جوية ملحوظة بعدد من مناطق المملكة خاصة بالشمال والسواحل الأطلسية، حيث ترتقب تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسط ستهم بالأساس المناطق الشمالي الممتدة من طنجة إلى الدار البيضاء مرورا بالقنيطرة، إضافة إلى مناطق الريف وشمال الأطلس المتوسط. كما ينتظر أن تكون هذه الأمطار مرفوقة أحيانا بزخات رعدية محلي دون أن تصل إلى مستويات قوي. في المقابل ستشهد عدة مناطق هبوب رياح معتدلة إلى قوي قد تصل سرعتها إلى ما بين 60 و 80 كيلومترا في الساعة، خاصة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. كما يرتقب تسجيل انخفاض ملموس في درجات الحرارة خصوصا في شمال البلاد، مع احتمال إثارة الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية. وأمام هذه التقلبات سارعت مندوبيات الصيد البحري بعدة مدن إلى اتخاذ إجراءات احترازية. فقد حذرت مندوبية الداخلة من علو الأمواج التي قد تتجاوز 3 أمتار مصحوبة برياح قوي، داعية البحارة إلى تفادي الإبحار وتعزيز مراقبة المراكب داخل الموانئ. كما أعلنت مندوبية بوجدور منع قوارب الصيد التقليدي من الإبحار خلال الأيام المقبلة، في حين شددت مندوبية طنجة على ضرورة توخي الحيطة والحذر مع منع مؤقت للإبحار إلى حين تحسن الأحوال الجوية. ومن المرتقب أن تستمر هذه الاضطرابات الجوية إلى غاية نهاية الأسبوع، مع احتمال تسجيل ذروة التأثير يومي الجمعة والسبت، قبل أن تعرف الحالة الجوية تحسنا تدريجيا ابتداء من يوم الأحد. ورغم أن تأثير المنخفض الثيريز لن يكون قويا بشكل استثنائي، إلا أنه يفرض قدرا من الحيطة خاصة بالنسبة للأنشطة البحرية في ظل توقعات بارتفاع الأمواج وقوة الرياح.